هاي، بعد ما خلصت وجبة السحور كان في بالي إني أصحى مصحصحة وأصحى قبل ما أحضر السحور معاكم وهيك. بس اليوم كمية كسل فيا مش طبيعية، مع إني يعني ما نمت متأخر، نمت على 10 تقريبا. طبعا مستحيل أنام أكتر من هيك، ولكن ما صحيت بدري برضه. يب. المهم، صباح الخير، رمضان كريم وكل سنة وانتم طيبين. ما علينا، اليوم بدي أحاول أضلني صاحية بعد السحور. طول ال3 أيام، أول 3 أيام في رمضان اللي عدوا، ما ضليتني صاحية ولا مرة بعد السحور. شو بدنا نساوي؟ مش عارفة. بس حاليا لحد ما يأذن الفجر حنقرأ قرآن، بعدين صلاة الفجر نقرأ أذكار الصباح، يا حنلخص، ما حندرس لنا شوية. حأكتب التو ليست لليوم يا جماعة. خطة شهر رمضان، عن جد مخططين. خلصت لبس متأخر. Let's go. I back from school بس شلحت الشارع بسرعة ومش حلبسها. هاي، رجعت من المدرسة، أحس بنشاط. أقسم بالله في حاجة غريبة فيا، حتى في المدرسة كنت نشيطة. من وين هذا إجا؟ بعرفش. المهم، حأخذ بريك الآن على جوالي. طبعا جيت هون على الصالون عشان ما بدي ضلني في الغرفة وأنام يعني لو نمت بضلني كبساعة للساعة 3 كسل، وبقوم ما خلاص يعني خلص اليوم، ما فيش وقت إني أقعد أدرس، إني أحكي بسم الله وأبلش دراسة. فحرفيا هذا اللي صار معي في أول 3 أيام في رمضان. ولكن من اليوم قررت أن أتغير. قررت إنه ما لازم يضيع وقتي هيك، وإنه لازم أحط جدول للدراسة. فبإذن الله بعد ما أرتاح لي شوية حروح أبلش دراسة. الأنطي اليوم أخذني حافز هيك
وحكت لنا عن جدول الدراسة. عجبني صراحة، بس بحس إنه ممكن يتعبني شوية، لأنه إنه ما في نوم خلال النهار. تخيلوا تروحوا إنه من المدرسة صايمين، ما فيش نوم، تروحوا على الدراسة. هحاول أشوف إذا هذا الإشي حيزبط معايا اليوم ولا لأ، وإذا زبط حيكون الإشي واو، حرفيا حيكون إشي واو. إذا ما زبط هحاول أخفف الثقل الجدول، وإذا زبط هحكي لكم إياه إن شاء الله. بس أبديت سريع، أنا حقعد الجوال أقل من نص ساعة صراحة عشان أروح أدرس. أوه ماي جاد، مش متخيلة حالي بعد نص ساعة لما أروح من المدرسة أروح أدرس. نشوف. جاية على البرندة. واو، لا أفضل إني ما أروح على البرندة، هوا هوا. خاصة برندتنا ملانة أشياء لأنها لسه مش مرتبة. المهم جاي أخذ بريك، درست for 40 دقيقة and it's break time 10 minutes just. فجيت على البرندة هيك شم اللي هوا وكذا، هواء نقي. بعدها نرجع لدراسة. طبعا أنا بدرس رياضية. ال40 دقيقة الجاية، 40 دقيقة الجاية كمان حتكون رياضيات. هاي، رجعت لكم بعد الإفطار. هلا بعد ما خلصت دراسة رياضيات نمت وصحيت 4:30 تقريبا. صليت العصر، قرأت قرآن، بعدها فتت على المطبخ بلشت أساعد ماما. حاليا خلصت إفطار، علي الجري اليوم مع الأسف، ولكن حصلي بالأول. بعدها حلو هنخلص جري في المطبخ وترتيب المطبخ وكل حاجة، بعدها بنشوف شو حنسوي. هاي اوكي جايز، رجعت لكم بعد أذان العشاء، بعد ما صليت التراويح. اليوم أول يوم صليت التراويح صراحة من بداية رمضان، فما علينا. من بكرة حصير أروح على المسجد أصلي التراويح. أنا عادة بصليها في البيت، يعني رمضان اللي فات واللي قبله صليتهم في البيت، بس بإذن الله المرة هاي حروح على المسجد. فالمهم هلا حاخد بريك على الجوال، او غالبا حقوي الشاشة جاي عبالي هيك احس بشعور بريك مش على الجوال، لاني لو مسكت جوالي وفتحته حضرني قاعدة عليه لوقت طويل، وانا لسه علي دراسة. ف حنقعد شوي نستريح، بعدها حنروح ندرس. وبآخر الفيديو ححكيكم عن كيف ندرس في رمضان، او كيف الاشي اللي زبط معاي اليوم وحسيت ممكن يكون إشي بيرفكت ويكون يومكم منجز بالنسبة للدراسة. أوكي، حنطفي الضوء هنا ونشغل الشاشة ونحضر. let's go. نطفي الضوء، استنوا أسوي لكم شوية أجواء. أجواء رمضانية بس مش بامتياز يعني. شغل الشاشة. وين الريموت؟ طبعا الشاشة هاي بتشتغل على النت، ف حنحضر على اليوتيوب. وين اليوتيوب؟ حستنى اليوتيوب يفتح. اليوم عاملة أجواء لنفسي وبالراحة وهيك، ما اشتريت سناكات وأشياء، مع إنه لسه معدتي فل يعني،
عشان عصير بس. أنا ما اشتريت، أنا اللي قلت ما بدي أشتري بسبب إنه حاسة معدتي تقول خلاص ما قادرة أتقبل أي إشي. تمام. ف ندمت لقيت كلها عاد في أنا درع. بالجزء السادس. على فكرة أنا الصبح بكرة حقرأ جزء كامل. يلا خديها بعد الفجر وانت بتصحي تتسحري. صحيني هيك خرب عليك سبكتينا. الفيديو. ايه خرب الفيديو. ايش تخربي فيه؟ امشي. مش بصور نفسي. نتسابق من دي يخلص قراءة قرآن قبل. وين رايحة؟ هي كانت فايتاني، أنا فتتها ورجعت حد فتتني، مع إني قرأت في صلاة التراويح يعني قرأت عدد وقدره. المهم آم، قلت لماما تصحيكي على السحور تتسحري. يب عشان أقرأ بس مش على أكتر. فكرة بتجربة بتتسحر، بس بكرة بدها تتسحر بس عشان تسبقني. بنشوف عادي ترى، باخده معي على المدرسة وبقرأ. باخذك على حصتين فراغ. اوه حصتين. وانا ولا حصة. المهم نحضر العهد. خلصت حضوري، حروح ادرس. Let's go. اوكي هيك نكون خلصنا دراسة وجلست جلسة هيك مرتبة عشان احكي لكم عن الجدول اللي مشيت عنه اليوم. عشان خلاني اكون قادرة انجز وقادرة اني ادرس في رمضان. اوكي خلينا نبلش بسرعة ما اطول عليكم. بداية بعد السحور انا بالنسبة لي خليته لحل الواجبات والتحضير، يعني انا حاليا مش حل واجباتي ولا بحضره. بكرة الصبح بعد السحور ححضر واحل واجباتي وبعدها بجهز حالي للمدرسة وبنطلق على المدرسة. انا مثلا في عندي ايام 3 ايام بروح فيها 11 وفي 3 ايام بروح فيها 10 وشوي، يعني نقول 10 ونص 11 وتلت. في ايام بكون فيهم بالبيت. في الأيام يلي بروح فيها 11 حبلش دراسة من الساعة 12 ونص أو ممكن 12 ونص غالبا. من 12 ونص للأربعة أو 4 ونص، هذا كليات الدراسة. طبعا ما نعتبر انه من 40 ل45 دقيقة دراسة، 10 دقايق راحة. تمام. طبعا احنا محتاجين راحة، غير انه نحن في رمضان ونحاول قد ما نقدر انه الراحة هاي ما نقضيها على الجوال. يعني انا اليوم راحتي قضيتها في البرندة، شميت هواء، وغير هيك ضل من ال10 دقايق 4 دقايق رتبت فيهم التسريحة بشكل سريع. بعدها اكيد ممكن مثلا لو خلصت دراسة على 4 ناموا لكم ساعة، او صحيح يختلف من مكان لمكان الأذان، ما عليكم، حسب أذان المغرب عندكم بتغيروا الجدول. احنا بعدنا بيقدم الساعة 6، طبعا كل يوم بيزيد. بعد كده ممكن تناموا من 4 ل5، وبعدها بتساعدوا أمهاتكم في المطبخ، واللي هذا إشي ضروري يعني لازم نساعدهم. يعني تقريبا من 5 ل9 هذا وقت ضائع في اليوم ما حنستفيد فيه حاجة. يعني تحضير الفطرة، بعد الفطرة تراويح، عشاء، رمضان قال قراءة قرآن واشياء زي هيك. بعدها لل9 لحد ما نستريح كمان برضو، يعني لازم يكون في عنا هيك راحة شوية. ممكن تقعدوا على الجوال، ممكن تقعدوا قعدة عائلية مع أهلكم. وبعدها حندرس ساعة من 9 ل10. هيك تقريبا يكون صار لنا 5 ساعات درسين في اليوم. I think أفضل من إنه ندرس. لا ليه قطعتوا حبل أفكاري يا جماعة؟ كنت مركزة على الآخر، ما بعرف شو اللي صار، قطعة الكهرباء. المهم ما علينا، وصلنا لحد الساعة 10. بعد الساعة 10 نوم، تمام، مش سهر.
ممكن يوم الخميس بس تسهروا. أنا محسوبتكم ما بسهر لا خميس ولا غيره، خلاص 10 نوم يعني نوم للسحور. بتخلوا أهليكم يصحوكم آخر حدا في البيت. أنا مبتدأ من الليلة حاحكي لماما هيك، آخر واحدة بتصحيني في البيت هي أنا، مع إنه أنا أحيانا أنا اللي بصحيهم أساسا يعني، بس ما علينا، هخليها تصحيني أنا آخر واحدة في البيت. بس بحس هذا الروتين حيكون كتير productive، إنه روتين إنتاجي، في إنتاجية في اليوم، بإمكاننا ننجز في دراستنا. لأنه يا جماعة أنا بالنسبة لإلي بعد رمضان حدابه يمكن أسبوعين وشوي في المدرسة ونبلش امتحانات فاينل، لازم أكون منجزة في دراستي وما أخلي إشي متراكم عليا. فبس والله هذا بكون وصلت نهاية الفيديو، إن شاء الله يكون عجبكم، وما تنسوا لايك شير سبسكرايب، أشوفكم الفيديو الجاي. سلام.